استعراض كامل لأهم التسريبات القادمة مع المواعيد الرسمية لها والعجلات الذهبية القادمة. تابع معي الفيديو لتعرف كل هي التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم اخواني؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بالبداية خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا الفيديو يا جماعة رح نستعرض أهم التسريبات القادمة اللي رح تكون معنا بهذا التحديث وبهذا المود. بالإضافة رح يكون عنا المواعيد الرسمية بشكل كامل، التعديلات اللي رح تكون على الانفور الجوكر، بالإضافة للسكنات القادمة. فربي يسعدكم، لا تنسوا تدعموني بزر اللايك وتعليقكم الجميل، والأخوة اللي عم يتابعوني لأول مرة ربي يسعدكم الاشتراك يا جماعة وتفعيل زر الجرس على الجميع لتصلكم الإشعارات أول بأول. بالبداية يا جماعة حابب أسألكم عن المود الجديد، شو رأيكم فيه وشو رأيكم بالإضافات الجديدة اللي كانت معنا بهذا المود؟ فبتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات عن المود الجديد. وأكيد لاحظتوا يا جماعة أنه المتجر الخاص بالمود الجديد اتجدد، بإمكانكم تحصلوا على الصورة الخاصة باللوبي الجديد عن طريق العمل الخاصة بهذا المتجر. فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بهذا المود الجديد؟ أنا عن نفسي يا جماعة بعد التجربة بهذا المود والأدوات الموجودة أو المهارات الموجودة اللي موجودة حاليا فيه، عجبتني أكثر شيء الغيمة أو الانتقال السريع، هي كانت يعني من أجمل الإضافات. فأنتوا شو رأيكم؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات عن هي الإضافات الجديدة بهذا المود. الفيديو شوي طويل عليكم يا جماعة بس، ولكن رح تطلع وتعرف كل المواعيد الرسمية والإضافات الجديدة. نستعرض العرض الترويجي وبعدها نكمل الفيديو. تمام يا جماعة، بعد ما شفنا العرض الترويجي الخاص بالعجلة الذهبية القادمة اللي رح تكون معنا بتاريخ 21/2 بتكون موجودة على اللعبة بشكل رسمي، هي العجلة الخاصة بتطويرة ال AMR مع البدلة الذهبية الخاصة فيها. فمثل ما نكون شايفين المحتويات رح تكون الحقيبة، الرقصة، البدلة، المولوتوف، سلاح التطوير، بالإضافة لقرص الانزلاق أو النزول من الطيارة، بالإضافة للشعبية. فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات عن هي المحتويات وهي التطويرة. بصراحة يا جماعة أنا أكثر شيء عجبني من هي العجلة البدلة الخاصة فيها. البدلة ظريفة وحلوة، فأنتوا شو رأيكم فيها وتقييمكم لها؟ ومثل ما نكون شايفين المحتويات راح تكون عنا المولوتوف، كل مسج، بالإضافة للند مثل ما عودتنا ببجي موبايل، بالإضافة مثل ما نكون شايفين راح يكون في عنا القصاصات والكريستالات أو الحجر اللي بنحسن نبدله ب ماتيريال أو نسترد فيه السكن. ومثل ما نكون شايفين هذا السكن راح يكون بالشكل النهائي مع الكل مسج وصندوق الغنايم. فشو رأيكم بهذا السكن؟ وهل راح تفتحوا عليه ولا لا؟ مثل ما نكون شايفين عند تأثير الصندوق راح يكون بهذا الشكل. وبالنسبة للموعد مثل ما حكيت لكم يا جماعة راح يكون ما بعد العجلة اللي راح تنزل، يعني 24 شهر راح تنزل عنا عجلة الانفور، بعد منها راح تنزل هي العجلة. مثل ما نكون شايفين الكل مسج راح يكون بهذا الشكل. فتقييمكم لهي العجلة. تمام يا جماعة، مثل ما نكون شايفين هي المحتويات راح تكون تطويرة جديدة للبايثون بتاريخ 17/1، يعني اسبوع كمان راح تكون موجودة هي التطويرة الخاصة بالبايثون على اللعبة بشكل رسمي. والموعد لها يا جماعة راح يكون بعد اسبوع 17/1 راح تكون موجودة. فشو رأيكم بهي السكنات وهي المحتويات؟ طبعا بالنسبة للتطويرة مثل ما نكون شايفين راح تكون كتير مميزة، والمحتويات راح يكون عنا الخوذة بالإضافة للسكنات الثانية مع البدلة والشعر والسكن القابل للتطوير. مثل ما نكون شايفين راح يكون بالليفل 1 بهذا الشكل، والشكل النهائي راح يكون بهذا الشكل. فشو رأيكم بهي التطويرة؟ وهل راح تفتحوا عليها ولا لا؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. مثل ما نكون شايفين الكل مسج راح يكون بهذا الشكل. وأكيد يا جماعة راح يكون في له تأثير ضرر،
مثل ما انكم شايفين تأثير الضرر بصراحة رهيب جدا، يعني كتير مميز بهذا الشكل. فشو رأيكم بهذا التأثير؟ والتطويرة رح تكون من 5 تطويرات بهذا الشكل. على الليفل 1 تأثير الدخان، الصندوق بهذا الشكل. بعد منا المرحلة المتقدمة رح يكون في له تغيير شوي، مثل ما انكم شايفين رح يكون بهذا الشكل. فشو رأيكم؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بالنسبة للكل مسج رح تكون بهذا الشكل، بصراحة جدا عادية يعني ما كتير. فأنتوا شو رأيكم فيها؟ الشيء المميز انه له تأثير ضرر، والتأثير الضرر جدا رهيب، نار مع دخان ثلجي رح يكون بهذا الشكل. بالنسبة لهي المحتويات يا جماعة رح تكون من مصممين ببجي موبايل، من لاعبين ببجي موبايل، وتصميماتهم رح تكون بتاريخ 31 الشهر الأول، يعني آخر الشهر رح تكون موجودة على اللعبة بشكل رسمي. رح يكونوا هي المحتويات. فشو رأيكم وتقييمكم؟ لا بصراحة أنا أكثر شيء عجبني البدلة الباندا مع الرأس الخاص فيها، راح يكونوا بهذا الشكل، والبدلة الحمراء بناتية مميزة. فأنتوا شو رأيكم وتقييمكم لها؟ بالإضافة لهي السكنات كمان راح تكون أيضا من المصممين بنفس التاريخ راح تنزل. ومثل ما انكم ملاحظين راح يكون في عنا البدلتين، هدول البدلتين مثك، بدلة بناتية بالإضافة للبدلة الصبيانية، راح يكونوا بهذا الشكل. بصراحة البدلة هي مميزة، خاصة إلى الحركة انه بتتحرك مثل ما انكم شايفين راح تكون بهذا الشكل. فتقييمكم لها من 10. وكمان مثل ما انكم شايفين يا جماعة راح يكون في عنا هذا السكن الجدا رهيب للام 7 بهذا الشكل، بتحسوا سكن قابل للتطوير. فشو رأيكم بهي المحتويات وتقييمكم لها؟ وطبعا ببجي موبايل مثل ما عودتنا مع كل مود تقريبا راح يكون في عنا رفيق جديد. مثل ما انكم شايفين راح يكون عنا الرفيق الجدا مميز بالنسبة لي، هذا رفيق الباندا مثل ما انكم شايفين. وبالنسبة لموعده يا جماعة راح يكون بتاريخ 7/2، راح يكون على اللعبة بشكل رسمي. واكيد يا جماعة راح يكون مع العجلة في عنا سكنات خاصة بالباندا، وراح نستعرضها بشكل كامل. راح يكونوا ايضا مثك، يعني بعد ما تحصل الاساسي لازم يكون عندك الاساسي لحتى يكون هذا السكن طابق على السكنات. ومثل ما انكم شايفين هدول السكنات راح يكونوا مثك. فشو رأيكم بهذا الرفيق؟ ننتقل للموضوع الأهم بهذا الفيديو يا جماعة، بالنسبة للإنفور الجوكر. انفور الجوكر يا جماعة رح يرجع الباكج هذا اللي شايفينه بشكل كامل مع جميع محتوياته. باكج الانفور الجوكر راجع، بس لحد الآن مو مبين يا جماعة التاريخ والموعد، الموعد النزول له. وبالنسبة يا جماعة لتأثير الضرر، مثل ما انكم شايفين عنا الملحقات الخاصة بالانفور الجوكر ظهرت بشكل نظامي بهذا التسريب، ولكن عنا مشكلة انه ما ظهر لنا تأثير الضرر بشكل رسمي. ولكن يا جماعة ببجي موبايل رح يكون في تأثير ضرر للإنفور الجوكر، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة مجرد ما نزل أي تسريب رح نزله على القناة بشكل رسمي. ومثل ما انكم شايفين الملحقات وصندوق الإنفور الجوكر رح يكونوا على اللعبة بشكل رسمي. بالنسبة لهي المحتويات مثل ما حكيت لكم يا جماعة رح يكونوا باكج خاص بالجوكر، البدلة مع الانفور الجوكر مع السكار رح يكونوا موجودات، بس ولكن الموعد لحد الآن مو واضح. أول ما بوضح معنا ونتأكد منه إن شاء الله رح نزله. وهي المحتويات رح تكون إضافات جديدة على الصندوق الكلاسيكي. فشو رأيكم فيها؟ اخواني حبايبي وصلنا لنهاية فيديو اليوم. بشكر كل اللي تابعني لهي اللحظة. ربي يسعدكم، ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة. دمتم بخير، سلام.